ما كتبت انت يا دكتور؟ ما دار اقول لك انا علي كبك ذاته من الجزيره من طابق. طبعا يا اخواننا في مفاجاه غريبه جدا جدا، والله انا للناس اللي بتتابع السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بنلقى طوالي فيه اغنيات كده يعني دارجيه او حلمنتشيه كده فيها صوره زول من افريقيا بيقول لك علي كبك، علي كبك بيقدم الاغنيه الفلانيه، علي كبك جديد، علي كبك. صح. سبحان الله، علي كبك الان طلع الدكتور ده، الدكتور ده هو دكتور غرشي، هو طلع علي كبك ذاته، قالوا هو اللي بيكتب الاغاني دي وعامل. والصوره دي من وين؟ هو ذاته. الصوره دي من زيمبابوي، راجل اسمه ويليام مازني، انا كنت جايب السودان والله. والله مشيت السفاره، ما ده نجح نجاح غريب يعني. لا، وكل الاغاني بتاعت علي كبك دي كتبتها انت؟ كل الاغلب يعني، يمكن الباقي في ناس في صفحات مشابهه، لكن الصفحه اللي فيها عدديه اكبر يمكن 40,000 معجب، دي الصفحه المؤسسه. بالله من الحياه اللي كتبتها شنو علي كبك؟ انت استاذ محمد يعني قدرت تحرجني كده مع لا لا، شوف اسمح كبك يعني. اسمح كبك. اسمح نص، بسم الله، اسمح نص كده نسمع. والله هو بكلامه قال لك يعني الاسر الفنيه كلها وعلي كبك من طابق الجزيره. من الجزيره. قلت شنو؟ قلت يعني لو سايق لك توسان ما تدق لي بوري، ولو ابوك غنيان او ساكنه كافوري، ولو بتاكل لسان في المطعم السوري، انا بستمع لجان وبراي بليز لوري، ومن عامة السودان والفتة عندي ضروري، قدي ومعاك ضبان ارجوك يا غوري، وما بيجوك عرسان بتبوري بتبوري. يا سلام، علي كبك. دي اهم في الموضوع. جديد علي كبك. جديد علي كبك. والله يا اخوانا دي مفاجاه. هاي كلام خارم بارم بتاع ساي تكتبه يلقى رواج. يا سلام. طيب كده خلينا نمرق من علي كبك طوال